فاكرين المشهد اللي كان بيقولك ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ هو ده بالظبط اللي حصل مع بعض العلماء اللي كانوا ماشيين في الغابة، وأثناء ما هم ماشيين كانوا عثروا على حوت صغير طوله حوالي 11 متر وعرضه حوالي مترين. طبعا في البداية كانوا مستغربين جدا وما كانوش عارفين ايه اللي جاب الحوت في الغابة، وفضلوا يبحثوا ويدوروا في المكان علشان يوصلوا لأي تفسير، لكن في النهاية ما كانش فيه أي حاجة بتيجي في دماغهم. وبعد شوية كانوا وصلوا لفكرة إلى حد ما منطقية. باختصار كده، بعد ما فحصوا المناطق المجاورة كانوا اكتشفوا إن في شواطئ للبحر قريبة من الغابة، وكان أقرب شاطئ فيهم على بعد حوالي 15 كيلومتر مربع. خد بالك إن المسافة دي تعتبر كبيرة جدا علشان تنقل الحوت من المية لحد الغابة، لكن هم قالوا ان اكيد مياه الامواج والمد العالي هم اللي وصلوا الحوت للمسافه دي كلها. تحس كده ان الحوت كان طاير في الهواء او مسافر. وبعد الدراسات والابحاث اللي عملوها عليه اكتشفوا ان هو عمره 12 شهر ووزنه حوالي 10 طن. وطبعا هم اكتشفوا وجوده في الغابه عن طريق الصدفه. اول ما شافوا النسور بتحوم حوالين المكان فعرفوا ان في هناك حاجه في المنطقه. وطبعا انتوا عارفين ان الطيور الجارحه مش بتحوم حوالين المكان الا لما بيبقى فيه فريسه او اكل يعني. وقصه الحوت دي كانت من القصص الغامضه اللي حيرت كل العلماء لحد يومنا النهارده.